وهل سمعتم ما قاله الرئيس الجزائري والزعيم الإقليمي بلا منازع عبد المجيد تبون؟ لماذا أرى القلق مرتسما في وجوه البعض؟ قلنا الزعيم الإقليمي ونحن تبونيون ونفتخر. المهم، قال نيابة عنه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أثناء القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي، قال بأن الوقت للتكامل والاندماج قد حان، وأن الجزائر ملتزمة بذلك، وبالطبع هذه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السياسي الجزائري. الجزائر طبعا كما تعلمون متجذرة أفريقيا، وهي تقود منذ عقود وبصمت وتزامنا مع النمو العسكري المذهل والنهضة الشاملة يكتسب تفعيل التكامل والاندماج الأفريقي أهمية كبرى. وعما قريب ستصبح الجزائر واشنطن إفريقيا. إنها بلد كبير يمور بالثورة والعنفوان ولديها كل الإمكانيات. وبلغوا القيادة الجزائرية أن حفكوف الأصلع يبايع بلا مقدمات قيادة الجزائر لإفريقيا. ولأنني أتوقع أن يغضب هذا الكلام أعداء المدرسة التبونية، فأنا أحيل الأمر للدرون الجزائري. وهل جاءكم النبأ؟ الجزائر بدأت في تصنيع الدرون، ولكن لا تقلقوا إنها مصنوعة لمراقبة ورصد الحرائق. ومع ذلك فإنه خبر ممتاز. هذه الصناعة بالجزائر واعدة وقد تتطور بسرعة مذهلة وتنافس صناعات عالمية ذات استخدامات متعددة. الإيمان هو الفيصل، والجزائر مؤمنة. نحن أيضا نؤمن بالجزائر وتخطو بثبات نحو المستقبل. وكما قلت لكم، رغم إهمال الإعلام العربي لإنجازات الجزائر ونضالها، إلا أن ما يحدث في الجزائر خبر حقيقي يستدعي الاهتمام والتغطية، وللحديث بقية. شكرا لكم على المشاهدة.